حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. والنهارده ان شاء الله هاخدكم معايا ونروح سوق الجمعه. السوق ده يا جماعه بالنسبه لي بقى السوق المفضل بالنسبه للخضار. تمام كده، يعني ده افضل سوق تشتري منه خضار وفاكهه، لان فعلا الاسعار بتاعتهم كويسه جدا. طيب انا هنا فين؟ ده شارع جمال عبد الناصر. شارع جمال عبد الناصر اخره كده هتلاقي على ايدك اليمين كشر الامبراطور، والناحيه التانية بنك مصر، وبدايه كده احنا تحت كوبري المية. السوق يا جماعه اسعاره رخيصه جدا جدا. بيبيعوا مبدئيا كده الخضره زي ما انتم شايفين، عربيه مليانه، عربيه كبيره جدا، الجامبو الكبيره دي مليانه خضره. وبيبيع الحزمه بجنيه، معاه كل انواع الخضره، وكمان معاه كرومب. الكرومب يا جماعه ب 30 جنيه، اللي هي الحجم الوسط، اللي هي مش الكبيره قوي ومش الصغيره اللي شفناها الاسبوع اللي فات ب 10 جنيه. تمام، لان اللي شفناها الاسبوع اللي فات وما زال في ناس بتبيعها الاسبوع ده ب 10 جنيه، دي اللي هي الصغيره. تمام كده. بعد ما شفنا بالمناسبة كان معاه برضو بصل اخضر، التلات حزب ب10 جنيه، وكنت مصوراهم بس ما لقيتش المقطع بتاعهم. كل الخضار في السوق ناس فلاحين جايين من الارياف، بيجوا كل يوم جمعة بالخضار بتاعهم من الغيط مباشر. عايزة اقول لكم من الارض مباشر، يعني مش من تجار يا جماعة، وده على حد قولهم هم. عايزة اقول لكم الراجل ده كان التروسيكل بتاعه كله خضار، مش تروسيكل بس، هو معاه كراتين متقفلة وقفاص متقفلة مليانة خضار، واي حاجة معاه ب10 جنيه. الفلفل بتاعه بصراحة درجة اولى، يعني مش ولا هو منقود ولا اي حاجة، وب10 جنيه زي الفل زي ما انتوا شايفين. البتنجان كمان برضو ب10. عايزه اقول لكم الكوسه كمان كانت معاه، بتشيلي منها الورده بتاعتها من القفص وب10 جنيه. الفلفل الاسكندراني الحامي، البتنجان سواء اسود او ابيض او اللي هو المخدد ده، كل الخضار كان مع الراجل ده ب10 جنيه. وبرضو الكوسه كنت مصوراها ومنقيه منها، ومعرفش ما لقيتش المقطع بتاعها ليه، يعني حاجه غريبه حصلت في الفيديو ده. بس بقى معلش بقى ما تزعلوش. بالنسبه للثوم، يعني اللي مش هلاقي المقطع بتاعه هحكي لكم عليه. الثوم الابيض كان ب25 جنيه وناشف جدا يا جماعه. الفرشه دي برضو كان عليها فلفل اسكندراني فظيع زي الورد كده، جميل منور. والبتنجان الاسود اللي بيلمع القمر اللي انتوا شايفينه ده برضو ب10 جنيه. الجزر بالنسبة لسعره كان في ناس بتبيعه ب10، وناس بتبيعه ب6.5، وناس بتبيع اللي هو المكسر اللي بيتعبى في بعضيه ده ب3.5. كل درجات الخضار موجودة في السوق. البطاطس من اول 5 جنيه موجودة في السوق، وكذلك البصل. بالنسبة للأناناس في ناس بتبيعه ب25 وناس بتبيعه ب20. ده الجزر اللي بيتباع ب10. هوريكم زيه بالظبط كده تيبيكال ب6 جنيه ونص. ورق العنب كان ليه سعر سائد كده في السوق كله 50 جنيه، وواحدة بس بتبيعه ب40 جنيه، والورق بتاعها تحفة. البامية ب100، الفاصوليا الخضراء ب25، والملوخية كانوا بيبيعوها، في ناس بتبيع بالحزمة او بالرابطة يعني ب10، وفي ناس بتبيعها بالكيلو، والكيلو ب25 جنيه. الحزمة القصيرة، بصوا البطاطس دي ب5. الحزمة القصيرة اللي هي زي هوريها لكم كده دي، بصوا قصيرة خالص، دي ب5 جنيه. الصغيرة دي عاملة زي حزمة النعناع كده. في حزمة قد دي مرتين بتتباع ب10. وفي بقى بالكيلو، بس دي الملوخية الأعواد الطويلة بيعملوها بالكيلو بالوزن ب25. ده الجزر اللي بحكي لكم عليه ده يا جماعة ب3 جنيه ونص، الراجل هو اللي بيعبيه. ولو انت محتاجة ان انت تنقي هتاخديه ب5 جنيه، بس كله مكسر. فلو انت بقى هتاخديه تنضفيه مثلا وتعمليه على سلطة بتاع. بس هل المكسر ده بيعيش في التلاجة ولا بيبوظ؟ قولوا لنا برضو في الكومنتات. يعني لو حد خد 3 ب10 هيبوظ منه في التلاجة؟ بص ورق العنب ده ب50 جنيه. تمام، بس مش ده اللي انا خدت منه، برضو هوريكم اللي انا خدت منه في الاخر او في المقطع بتاعه. والسماك اللي جبت منه المره اللي فاتت رحت له برضو نفس الراجل. بصوا بلف السوق كله وفي الاخر بروح له هو، لان فعلا السمك بتاعه تحفه، فريش وجميل جدا. بصوا بالنسبه للالومنيوم في السوق ده فرش كبير جدا جدا زي ما انتوا شايفين، واخد تحت الكوبري كله، مدخل كده كبير تحت الكوبري، وبيشتري ويبيع. يعني لو انت عندك الومنيوم قديم عايزه تبيعيه بياخدوا منك بالكيلو. وفي حاجات هنا بيبيعها بالكيلو، وفي حاجات بتتباع بالقطعه كده، يعني الصينيه بالقطعه، الحاجات اللي قدامكم دي كلها الاستانلسات دي بالقطعه، وهو اللي بيقيمها. يعني مفيش سعر معين او ثابت لحاجه معينه، انت بتشاوري على القطعه اللي انت عايزاها بيقيم
قايم سعرها زي ما قلت لكم. معاه ميزان بياخد منك الالومنيوم القديم الكيلو ب100 جنيه، وبتشتري منه الجديد على 220. وفي بالقطع اللي هي الالومنيوم الناعمه زي الحلل والحلل المدوره ومش عارف ايه دي يا جماعه ما بتبقاش بالوزن، هو اللي بيحدد سعرها، في 300 في 400 الحلل الكبيره في كده يعني. بالنسبه للطماطم الحلوه اللي في ايدي دي ال2 كيلو ب15 والكيلو ب7 جنيه ونص. وسعر الطماطم في السوق اولا مش نوع واحد، في طماطم مسوسه وفي طماطم حلوه زي دي اللي الراجل كان بيبيعها ب7 ونص. الكرومبه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي ثمنها 30 جنيه ما شاء الله، حجمها كبير زي ما انتوا شايفين. ده كل الكرنب اللي موجود في السوق اللي هو بيبقى مدور ده اسمه سبعيني او سبعاوي، انا مش فاكره بالظبط هما بيقولوا ايه، بس انتوا اللي يعرف في الكومنتات يقول لنا. وده الراجل اللي خدت منه الملوخيه كان بيبيع بالربطه ب10 جنيه، ماشي. يعني الربطه زي نص كيلو على فكره من الاخر، يعني الكيلو هيبقى ب20. الليمون كان ليه سعرين في السوق، سعر 60 وسعر 80، اللي هو الليمون الحلو جدا اللي بتنقيه، خلي بالكم يعني الليمون اسعاره ابتدت تهدى الحمد لله. بصوا بقى، فرش فلاحي من الدرجة الاولى، بامية، ملوخية، خضرة، فلفل حامي وفلفل بارد، بسلة ب20، ورق عنب ب50، الفلفل ده برضو ب20 وبتنقيه. بصوا بقى الفلفل هنا كان بكام؟ كان ب10 جنيه في بداية السوق، وفلفل ملون وتحفة خدت منه. عايزة اقول لكم ما شاء الله سواء الفلفل او البتنجان او الكوسة اسعارهم كانت وهمية بجد، مفيش احلى من كده. ما تاخدوش على طول. بصوا اقول لكم بما اني رحت السوق ده كذا مرة، يعني ارخص سعر اللي بيبقى في دخلة السوق التروسيكلات اللي بتبقى تحت كوبري المياه بالظبط، ارخص حاجة ارخص حاجة واحلى حاجة. انت بتبقي انت اللي بتفتحي القفص بايدك او الكرتونة اللي بيعبي فيها الفلفل والخيار والحاجات دي، كل ما يخلص شوية ويتنض يعبي يفضي تاني، فاهمة؟ تعالوا برضو بالنسبه للاسماك، ده الراجل السماك اللي انا بجيب منه. المره الجايه انا هصوره لكم هو شخصيا علشان تشوفوه لانه فعلا حاجته تحفه. انا خدت منه السمك التوبر ده، بس نقيت الاكبر شويه، هو كان بيبيعه ب130 جنيه. البولتي كان معاه 3 اسعار 80 90 100، وده طبعا احجام. التوبر زي ما قلت لكم كان ب130 جنيه. عايزه اقول لكم انا خدته ما شويتوش بره، شويته في البيت، كان خيالي. مفيش سمك بتشتريه او انا اشتريته من بره مشوي جاهز بالطعامه والحلاوه دي، ما شاء الله. كان زبده والله العظيم، كان سايح ونايح كده، وطعم وتحفه تحفه وجميل جدا. يعني انا من مرتين جربت فيهم السمك من السوق ده، يعني من الراجل ده بالذات، ان انا اشويه في البيت. قلت انا مش هشتري سمك مشوي من بره تاني خالص، هشتريه من السوق من الراجل ده بالذات وهشويه. بالنسبه للسارية كان ب25، السردين كان ب70 وب60، الماكريل كان ب120. هوريكم السمك الماكريل دلوقتي. وكمان كان معاهم ايه تاني، بس دي فروشات تانية. السوق يا جماعة فيه حوالي 6 فرشات سمك كبار، 6 كبار. جربت منهم فرش واحد ما غيرتوش. ان شاء الله الجمعة اللي جاية اذا اراد ربنا هوريكم الراجل وعرفكم عليه علشان تشتروا منه لانه حاجته تحفة. الماكريل ب120 هنا. التوبار ده برضو ب120 بس مش فريش زي التاني الصراحة. البولتي اللي قدامنا ده ب110، حجمه كبير زي ما انتوا شايفين. وفي كمان ب80 وب90 معاها. معاهم برضو سمك قراميط، معاهم مكرونة 80، معاهم قلت ايه، قلت لكم ان الماكريل كان ب120 هنا، ماشي. معاهم اسماك كتيرة جدا الصراحة، بس فعليا يعني السوق ده احلى حاجة فيه السمك والخضار طبعا، عشان فعلا فعلا رخيص جدا. يعني كل كيلو خضار في السوق ده حطي عليه الضعف في مكان تاني. يعني انا ما اشتريتش فلفل ب10 بقالي يمكن سنة، ما اشتريتش كوسة ب10 بقالي سنة، وكذلك البتنجان. الطماطم بقت ب7 ونص وزي الورد جميلة جدا، مع ان في ناس كتير بتبيعها ب10 في نفس السوق. ده بوري يا جماعة، البوري كان ب160 جنيه زي ما انتوا شايفين الاحجام الكبيرة. ده بوري خلي بالكم مش طبار، برضو بيتعرف من راسه يا جماعة. البوري راسها بتبقى مبططة من فوق، والطبارة راسها بتبقى مسحوبة مع جسمها بنفس سوى الجسم كده مستطيلة، ماشي. السمكة البولتي دي كانت ب80، سعرها حلو برضو الصراحة، وعينها مفتحة ومنورة وجميلة. فبصراحة يعني السوق ده
هو فعليا سوق السمك والخضار فقط، هو اساسا قائم على كده. في فرش باله، فرشة شوزات، لا فرشة طرح، مش عارف ايه، بس احلى ما فيه. تعالوا بقى اوريك ورق العنب اللي انا خدت منه قد ايه قمر وبناتي وجميل، وب40 جنيه بس. ده اقل سعر في السوق، ما كانتش بتبيع حاجه غير ورق العنب، معهاش اي خضار غير الشوال اللي انتوا شايفينه ده. كده يا حلوين نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش يا امارات تحطوا لايك، والناس اللي بتشوفني لاول مره ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس للكل، وقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتكم في السوق ده، وهتروحوا ولا لا. وانا قلت لكم العنوان، واللي عايز العنوان تاني يقول لي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.